السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأول حلقة من سلسلة فيديوهات أهل زمان. النهارده بإذن الله هنتكلم على موضوع أو شخصية أهلاوية من ريحة زمان، من ريحة لمسة زمان، من ريحة الكورة الحلوة النضيفة اللي احنا كلنا كأهلاوية بنحب نتفرج عليها، وهو الأسطورة الأهلاوية المجري مصطفى عبده. يا ريت عشان تشوف الفيديو كامل تدوس على اللينك هتلاقيه فوق في البوست او تحت في الكومنتات، وتبعت لينك الفيديو لكل اصحابك عشان يوصلهم كل جديد. يلا بنبدا كلام عن اسطورتنا الاهلاويه المجري مصطفى عبده. اول حاجه بس بالنسبه للناس اللي ما تعرفش ايه نوعيه فيديوهات اهل زمان، اهل زمان هنتكلم هنختار فيها شخصيه اهلاويه من ايام زمان، وهنتكلم عن الشخصيه دي اتولدت امتى، سجلت كام هدف مع النادي الاهلي، بستايل لعبها عامل ازاي، عملت كام اسيست، ايه تاريخ لعبها مع النادي الاهلي من اول يوم ليها في الملاعب لحد ما اعتزلت. وبرضه هنختار مواقف اهلاويه حصلت زمان في النادي الاهلي، اثرت جوه النادي الاهلي واثرت في الكره المصريه عموما، ونتكلم عليها ونعرف بيها الناس اللي ما تعرفش بيها المواقف دي. نبدأ الموضوع بتاعنا بأول حاجة، وهو إمتى اتولد المجري مصطفى عبده. مصطفى عبده اتولد في 10 يونيو 1953 في شبرا، وبدأ يلعب كورة أو بدأ يحب الكورة أو بدأ لسه مشواره الكروي في نادي اسمه شمال القاهرة في 1968. يعني هو اتولد في 1953 ولعب كورة في 68. لعب او انضم لناشئين النادي الاهلي تحت 17 سنه في 1970، وبعديها على طول بسنه في 1971 اتصعد الفريق الاولاني، وده يدل على مدى كفاءته وعلى ان هو لاعب مميز. وبالمناسبه لعب اول ماتش ودي ليه كان قدام منتخب دبي اللي فاز الاهلي ساعتها 3-0، وهو احرز جونين، وده كان اول ماتش يلعبه مصطفى عبده مع النادي الاهلي. كده احنا خلصنا اول جزء معانا، وهو اتولد امتى مصطفى عبده ونشأته كانت فين وازاي كانت بدايته مع النادي الاهلي. نيجي لتاني جزء معانا في الفيديو وهي انجازات مصطفى عبده. مصطفى عبده ما كانش لاعب مراقب بالمجري بس، وما كانش لاعب سوبر في كرة القدم ولاعب مميز وكل الناس بتحلم بمستواه، لا هو كمان كان متفوق دراسيا جدا. المجري مصطفى عبده حصل على درجتين، درجة الماجستير ودرجة الدكتوراه في إعداد البرامج واللياقة البدنية في كرة القدم بجامعة حلوان. هو كمان ما اكتفاش في تفوقه في فترة الدراسة، كمان بعد التخرج اشتغل موظف في وزارة الشباب والرياضة، واترقى في المناصب لحد ما وصل لوكيل وزارة. طبعا الناس بتسال دلوقتي وعايزين يقولوا لنا انجزوا وخلصونا، عايزين نخش في الانجازات الكرويه اللي احنا بنحبها، عشان كده يلا بينا على طول على انجازات مصطفى عبده الكرويه مع النادي الاهلي ومع منتخب مصر. انجازات الاسطوره مصطفى عبده الكرويه بدات مع النادي الاهلي من خلال فوزه ب 20 بطوله مع النادي الاهلي، منهم ب 10 بطولات دوري مصري وخمسه كاس مصر، ويقال ان هو فاز باربعه وخمسه بطولات افريقيه، منهم بطوله دوري ابطال افريقيا، وباقي البطولات فاز بكاس الكؤوس الافريقيه اللي هي سابقا وحاليا هي بطوله الكونفدراليه. مش بس كده، هو ما كانش لعيب محلي، لا هو كمان كان لعيب دولي كبير، واكبر دليل على كده ان هو فاز مع منتخب مصر ببطوله كاس الامم الافريقيه وكان بيلعب اساسي كمان عام مع ابو ظبي. 86، وشارك اساسي مع المدرب بتاع منتخب مصر ساعتها. ومصطفى عبده بشكل عام لعب 300 مباراه في طوال مسيرته، وسجل ما بين 51 ل 60 جول. دلوقتي بقى نتكلم على مسيرة المجري مصطفى عبده مع منتخب مصر بس بالتفصيل شوية. انضم لتشكيلة أو لصفوف منتخب مصر في 1974 تحت قيادة ديتر كرامر، كان ساعتها الألماني ديتر كرامر ماسك منتخب مصر، واختاروا ضمن التشكيلة البارزة اللي كان مختارها ساعتها، اللي كان فيها الخطيب ومصطفى عبده والناس دي كلها. اختاروا ضمن التشكيلة بسبب مهارته وبسبب سرعته اللي كانت أو بانت في النادي الأهلي. بس لعب ساعتها لعبوا البطوله بتاعت سنه 74، لكن للاسف لسوء الحظ او ما حالفهمش التوفيق ان هم ياخدوا البطوله دي في السنه دي. وبالمناسبه زي ما قلنا اول مباراه ليه كانت مع النادي الاهلي، اول مباراه ليه كانت مع منتخب مصر، كانت قدام اوغندا، وساعتها فات منتخب مصر على اوغندا 2-1. شارك مع منتخب مصر في افريقيا سنه 76 و80 و84، وشارك في اولمبياد لوس انجلوس سنه 84. ما قدرش او ما حالفوش الحظ ان هو يحقق انجاز غير في سنه افريقيا او في بطوله افريقيا سنه 84، قصدي 86، هي دي اللي خدها مصطفى عبده. وغير كده كمان مصطفى عبده قدر ان هو خلال البطولات دي كلها يثبت نفسه، يثبت ان هو لاعب كبير، يثبت ان هو لاعب اساسي في منتخب مصر وفي النادي الاهلي، واسمه بدا الناس كلها تفتكره او تقوله بعد اعتزاله مباشره، او بعد ما هو خلاص بطل يلعب كوره. الناس كلها بتسأل ليه مصطفى عبده اتسمى بالمجري؟ اتسمى بالمجري عشان في فترة توهجه وعز تألقه وبسرعته وبإجوانه، كان في واحد اسمه نجيب المستكاوي، ده كان شيخ النقاد وكان كاتب كبير جدا. نجيب المستكاوي ده أطلق عليه لقب المجري تشبيها بالقطر المجري السريع اللي دخل مصر في الوقت ده سنة 67 من دولة المجر. عشان كده شيخ النقاد نجيب المستكاوي أطلق على مصطفى عبده المجري نسبة للقطر المجري السريع اللي دخل مصر، عشان مصطفى عبده كان لعيب سريع وكان رجليه مرزبة وكان لعيب سريع جدا، ما كانش فيها حد في الملعب يقدر يسابقه. ناس كتير ما شافتش مصطفى عبده وما تعرفش ايه ستايل لعبه وليه الناس كلها بتحب الراجل ده.
مصطفى عبده هو كان لعيب سريع جدا، عشان كده اتسمى بالمجري زي ما قلنا من شويه. مصطفى عبده بيعرف يزيد في الضربات الثابته كويس قوي، كان بيعرف يلعب براسه كويس جدا، سواء كان برجله او براسه. هو كان حكايه واسطوره فعلا بالضربات الثابته، يرفع الكوره ومالكش دعوه، مصطفى عبده كان هيحطها براسه. يعني بيلعب برجلين الاثنين كمان. بيعرف ان هو لو الكرة على رجليه الشمال والدنيا مقفول عليه يعرف يحطها على رجليه، قصدي لو الكرة على رجليه اليمين ومقفول عليه يعرف يحطها على رجليه الشمال ويشوط. وبرده العكس صحيح، يعرف يحط الكرة من رجليه الشمال لليمين ويشوط برجليه اليمين. لو تم او حصل فيه اي مساحة قدام مصطفى عبده ما كانش بيسمي، وكان دايما بيشوط قدامه في اي مساحة فاضية. وغير ده كله فعلا انا عارف انت كنت هتقول الحته دي. فغير ده كله مصطفى عبده لعيب خلوق ومش بتاع مشاكل، عشان كده الناس كلها بتحب الراجل ده. احنا كده خلصنا مسيرة مصطفى عبده الكروية مع النادي الاهلي، اللي فعلا فترة النادي الاهلي فترة توهجه وفترة تألقه، واللي من خلالها قدر ان هو يروح منتخب مصر ويثبت نفسه في منتخب مصر، وقدر ان هو يحقق انجاز سنة 86، وقدر ان هو ياخد معاهم افريقيا سنة 86، وبلغ رصيده في المباريات الدولية كان 31 مباراة احرز من خلالها 7 اهداف. كده احنا خلصنا مسيرة مصطفى عبده الكروية كاملة. اعتزال المجري مصطفى عبده كرة القدم، ما قدرش ان هو الناس اللي بتبقى متعلقة جدا بكرة القدم بيهون، يعني مش بيهون على نفسها ان هي تبعد عن جو الملاعب ولا جو كرة القدم ولا جو حتى ان هو يتكلم عن الكرة. فهو بعد ما اعتزل كرة القدم بدأ ان هو يشتغل في المجال الاعلامي، زي اعلاميين كبار جدا اهلاوية في النادي الاهلي، زي مثلا شوبير، زي عماد متعب، الناس اللي بتشتغل في مجال الاعلام. قدر ان هو يشتغل في القناة الثالثة في التلفزيون، وبعد ما انتشرت القنوات الرياضية كتير اشتغل في قناه المحور وقناه دريم، واخيرا رجع لمكانه الطبيعي واشتغل في قناه النادي الاهلي. قدر مصطفى عبده ان هو يقدم برنامج المجري، وده اللقب اللي كان بيتقال له في الملاعب المصريه كلها طوال مسيرته الكرويه. قدر ان هو يقدم برنامج المجري وتطور البرنامج في عهد المجلس الاداره الحالي كابتن محمود خطيب، ربنا يا رب يشفيه ويعافيه. قدر ان هو خلال المجلس الاداره ده يحاول يطوره، وفي 2018 خد منصب او اشتغل رئيس اللجنه العموميه للنادي الاهلي. اي لاعب كوره دايما بيكون ليه زميل في الملاعب وبيفتقده حتى بعد اعتزاله، زي عماد متعب مثلا وحسام غالي، محمد ابو تريكه ومحمد بركات. مصطفى عبده كان زميله واخوه في الملاعب هو محمود الخطيب، وكان في شويه اقوال كده مقصوره ما بين مصطفى عبده ومحمود الخطيب برضو عايزين نعرفها لكم. منها ان مصطفى عبده قال ان في ناس كتير قوي قالت ان نجوميتي اثرت على نجوميه محمود الخطيب. انا بقول الكلام ده مش صح، محمود الخطيب هو اللي كان ليه سبب كبير جدا في تلميعي وشهرتي. كذلك على الجانب الاخر محمود الخطيب قال ان مصطفى عبده هو اللاعب اللي صنع معظم اهدافي في مسيرتي، اللاعب اللي انا كنت بطمن وانا بلعب معاه. ودايما لما كنت بخش البيت كان دايما ولاد مصطفى عبده كانوا بيهتفوا باسمي، وده بيدل على مدى الاخوه اللي ما بين مصطفى عبده ومحمود الخطيب. الاثنين دول كانوا زملاء في الملاعب، وكانوا اسطورتين مش هيتكرروا تاني زي اسطوره ابو تريكه ومحمد بركات واسطوره حسام غالي وعماد متعب. كده احنا وصلنا لنهايه الفيديو بتاعنا، وقدرنا ان احنا نخلص او نتكلم على اول حكايه اهلاويه في برنامج اهلي زمان، اللي هو كان المجري مصطفى عبده. يا ريت تكونوا استمتعتوا معانا، حاولنا على قد ما نقدر ما نطولش الموضوع، بس يا ريت نكون كنا خفاف على قلبكم وتكونوا استمتعتوا معانا. استنوا مننا ان شاء الله فيديوهات، وفي فيديو ان شاء الله هينزل المره اللي جايه عن اسطوره اهلاويه جديده تحبوا تسمعوها باذن الله. السلام عليكم.